الأهلي يستضيف غزل المحلة هنا في أرضية استاد الأهلي والسلام. الأهلي أبطال الثلاثية، الأهلي نادي القرن، الأهلي زعيم القارة. الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز هنا في ختامه في النسخة رقم 62 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة العريق صاحب التاريخ الكبير بطل نسخة 72-73 نادي غزل المحلة، الذي يسعى بأمال وطموحات في هذا الموسم بعد التعادل الإيجابي في الجولة الماضية أمام نادي سموحة في مباراة كبيرة قدمها لاعبو نادي غزل المحلة. الأهلي في مباراة النهاردة وإن كان يتعرض لغيابات ولإصابات كبيرة في صفوف الفريق، بداية من المدير الفني البيتسوليرو السيد بيتسو. مباراة صافرة البداية على يمين الشاشة بالتيشيرت الأخضر والشورت الأسود هم الضيوف نادي الممتاز. هنا البينية حلوة، شريف بيحاول ولكن من أمامه بقى البشبيشي. أول فرصة للأهلي، محمد شريف بينية روعة من كهربا، ولكن البشبيشي يتصدى ويقع على أرضية الملعب. سلامات لمحمد البشبيشي، ألف سلامة على محمد البشبيشي. بالمناسبة البشبيشي خريج قطاع الناشئين في النادي الأهلي، محمد البشبيشي. وادي واحدة حلوة في مساحة في اليمين، جيرالدو مع الكورة، جيرالدو عرضية من جيرالدو على القائم الثاني سامي. ضغط المرة دي 3 على 4، المحلة بيحاول. هنا البينية ولكن السلطان بنون. ويبقى آخر انتصار لغزل المحلة على النادي الأهلي كان، ولكن بينية حلوة يا راجل يا كهربا. أول فرص الأهلي الحقيقية، كهربا في انفراد أمام البشبيشي، سددها مرت بمحاذاة القائم الأيمن وإلى خارج أرضية الملعب والى ضربة مرمى. اهي الكرة وشوف المحاولة من حمدي، حطها حلوة لمحمد شريف، بينية جميلة، جملة حلوة ملعوبة من الاهلي ولكنها بمحاذاة القائم الايمن، هي الى خارج ارضية الملعب والى ضربة مرمى. عند جيرالدو بيتحرك كويس، يلعب الكرة الى هاني، عرضية حلوة من شريف، يسند المرة دي محاولة عند اقصى الطرف الايسر. معلول هرب معلول، لعب ارضية حلوة ولكن برافو المرة دي بقى غزل المحلة. رأسية نزلت، هنا المحاولة، هنا فيها خطورة، هنا ممكن يشوط، هنا شوط يا ولد. حلوة الفكرة من أحمد الشيخ والتسديدة، لكنها مرت عالية وإلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. أهو نادي غزل المحلة بيسدد واحدة حلوة من أحمد الشيخ. نشوف المحاولة، محمد شريف بيعمل محطة هايلة لزمايله، وأدي الكرة الجميلة حلوة من علي معلول، عرضية ولكن المرة. وادي الكرة اللي اتلعبت قصيرة، وادي العرضية جوه منطقة الجزاء على القائم الثاني. هنا الالم في الخلف عند ايمن اشرف اللي بيلعب واحدة طويلة وامامية، غلط فتح الله، شتتها براسه. هنا كهربا بيحاول شمال، محاولة لارسال عرضية من علي معلول، علي على القائم الثاني، جيرالدو براسه يهيئها محاولة، ولكن ادي الانطلاقة والمحاولة. هنا شريف المرة دي لعب العرضية محمد شريف ولكنها في الشباك الخارجية الى خارج ارضية الملعب والى ضربة مرمى. على ذكر الاهلي وغزل المحلة، استاذنا الكبير الراحل الاستاذ محمود السعداني، وانطلاقه روعه المره دي لغزل المحله. يا ولد عدى وشوط وخد الجرأه ولكنها مرت الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى من نصيب النادي الاهلي. فرصه لخالد رسلان لم يحافظ عليها غزل المحله، كان ممكن يبقى الهدف الاول من واحده من اخطر فرص غزل المحله، والكره بتسديده مرت غزل المحله بيدافع ب8 لاعبين، وكهربا يسدد، والمره دي بقى البشبيشي، المره دي البشبيشي يطلعها، يعليها معلول، ومحاولة ولكن سامي هو اللي بيطلع، لا اليو ديانج اللي بيسدد، خبطت في دفاعات المحلة والى ضربة ركنية. ادي الكرة وادي المحاولة من كهربا، تسديدة عملت بند، البشبيشي طلع، اتقطعت. اهي الكرة وادي البينية الجميلة والمحاولة معلول، وعدت من كهربا، وسع لنفسه، وسع، ممكن يشوط ولكن البشبيشي يصد، ردت لشريف، والبشبيشي على مرتين، والمرة دي فتح الله هو اللي بيأمن المحلة، يرفض اهداف الاهلي. برافو البشبيشي. ادي كرة قفشة وادي التسديدة، التصدي المرة دي من البشبيشي، بعد كده المحاولة ولكن الابعاد كان حاضرا. رجعت وتسديدة كهربا اللي يعني عملت بند، ولكن البشبيشي هاني منتظر المساندة، هاني حط الكرة لعلي معلول، حطها حلوة على الخط لهاني، عايز يلعب عرضية ولكن المرة دي بقى خبطت فيه فتح الله، مطالبة بلمسة يد ولكن الحكم بيقول العب. وصلت عند عبده يحيى في اليمين،
مع الكرة عبده يحيى في اقصى الطرف عدى هاني عادل، هاني عادل عدى لعب عرضية هنا المرة دي اسلام فؤاد يا ولد، هرب اسلام، ولكن المرة دي بقى الشناوي. حلوة من غزل المحلة، حلوة من ارجنتين الكرة المصرية، حلوة من ارجنتين الكرة المصرية، والعرضية الجميلة والاستلامة، وادي التسديدة من اسلام فؤاد، ولكن الشناوي قافل الزاوية والمحلة يهاجم الاهلي، والكرة ايمن اشرف هنا قفشة، ولكن المرة دي وصلت لاقصى الطرف الايسر، علي معلول بيحاول يعدي، وهنا اصطدام مع مدافع المحلة، والى ضربة مرمى. ادي هنا قفشة وعلي معلول اللي دخل واصطدم كده بهاني عادل الظهير الايمن. شفنا انذار وحيد في شوط اللقاء الاول كان من نصيب احمد عادل. عبده يحيى مع الكوره، طلع له اسلام فؤاد، لكن لعب عرضيه حلوه، ولكن المره دي مره ثانيه، ولكن هنا بيحاول بقى قفشه، ولكن هي صافره انتهاء شوط اللقاء الاول بتعادل محمود الخطيب ومع الكابتن مصطفى عبده. صافره بدايه احداث شوط اللقاء الثاني ما بين غزل المحله، وادي واحده جميله، هرب شريف، هرب من البشبيش، يا ولد عند محمد شريف انصاف الفرص اهداف، محمد شريف من نص فرصة يسجل الاول للنادي الاهلي، 1 الاهلي لا شيء غزل المحلة. ادي علي معلول، سي علي لعبها لمحمد شريف، يا سلام يا محمد يا شريف، رؤية ممتازة، تحرك ممتاز، هروب ممتاز، هدف روعة من الرائع محمد شريف. وعند محمد شريف الخبر اليقين للنادي الاهلي، نصف الفرص عند شريف. يا سلام لعب الكرة لقفشه، يا ولد كهربا والبشبيشي لشريف، ولكنها مرت والى خارج ارضية الملعب، والى ضربة مرمى. ما علاش الفولت كهربا في اللقطة اللي فاتت، يا ولد يا قفشة، وهنا كهربا، وادي انقاذ البشبيشي، ومحمد شريف حاول لكنها عليت عن العارضة، والى ضربة مرمى الى خارج ارضية الملعب، والى ضربة مرمى. ادي الاعادة للكرة والتسديدة واللي كان بيطالب فيها لاعبو الاهلي بالفار. النادي الاهلي اخذ 4 كأس الكؤوس الافريقية، وبعد كده حضر النادي الاهلي من الخلف ومش مستعجل دلوقتي. وهنا ايمن اشرف يتقدم، لقى المساحة ايمن، حطها حلوة لصلاح، يا ولد النهاية لابد ان تكون بهدف يا كهربا. الاولى حلوة من شريف والثانية احلى من كهربا. ايمن اشرف كلمة سر، وكهربا يسجل الثاني. ادي ايمن حطها وصلاح، وهنا يا ولد يا محمد يا شريف، وكهربا يكمل في المرمى الخالي. الاهلي 2 غزل المحلة يا شيء. شوف محمد شريف وعرضية حلوة من صلاح محسن، يا ولد يا صلاح، لكن ايمن اشرف بدأها، حطها لصلاح محسن اللي حط عرضية حلوة. شوف هنا محمد شريف، ما شاء الله، وكهربا يكمل في المرمى عشان يبقى الهدف الثاني للاهلي. كهربا يسجل الثاني. اي جون هيجيبوا كهربا هتيجي الكاميرا على كابتن سيد. الاثنين بالمناسبة يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي بينهم اتفاق جنتلمان وبينهم تحديات خاصة يعني. وهدف في الدقيقة 8 وصلاح محسن، وادي مرة تانية يستخلصها لنفسه قفشة، مع الكرة قفشة يسدد، ولكن الكرة عالية والى خارج ارضية الملعب، والى ضربة مرمى. حلوة الكرة من قفشة، وادي التسديدة لكنها عليت ومرت الى خارج ارضية الملعب، والى ضربة مرمى. مصلحة غزل المحلة، اسلام فؤاد حط بينية حلوة، ولكن هنا بقى المرة دي حمدي فتحي، وقبل ما توصل عند كساب يقطعها كويس حمدي فتحي. ايمن اشرف لعب واحدة طويلة، قفشة مع الكورة، طلع البشبيشي، قفشة هيا الكورة لشريف، والهدف الثالث محمد شريف ينقض على المرمى ويسجل الهدف الثالث من قفشة الى شريف، الى الهدف الثالث للنادي الاهلي. محمد شريف يسجل الثالث للنادي الاهلي. 3-0 طويلة الكرة اهي،
واحدة طويلة أمامية، وآدي الكورة، وآدي هنا بقى قفشة هياها لمحمد شريف على طول قدامه المرمى، حطها والهدف الثالث للنادي الأهلي. محمد شريف هو اللي يسجل الهدف الثالث وتاني أهدافه في المباراة. الأولى من أيمن أشرف ولا من مين يا جماعة؟ الكرة الأولى اللي اتلعبت عند قفشة، الكرة الطويلة، وهي الكرة وهي المحاولة والباص، وهنا بقى محمد شريف في المرمى يسجل ويركن في الزاوية ويسجل في مرمى غزل المحلة.